لو بتسمع الدكتور ضياء العوضي وصاحب نظام الطيبات هتلاقيه بيقولك جملة صدمت الملايين: الفراخ البيضاء بتاعة المزارع دي مش طيبات، دي ممنوعات وبتجيب أمراض. ومن هنا بدأت حملة مقاطعة فراخ المزارع، والناس بدأت تجري ورا الفراخ الأورجانيك. هل الدكتور ضياء عنده حق؟ وإيه الفرق المرعب بين الفرختين؟ تعالوا نفهم. 015 صلب الموضوع: لماذا يرفض نظام الطيبات فراخ المزارع؟ تأثيرات بصرية سريعة لعنابر تسمين وحقن وأعلاف مكدسة. المذيع: ليه نظام الطيبات بيحارب فراخ المزارع التقليدية؟ الدكتور ضياء بيرى إن الفراخ البيضاء بتتربى في مكابس مغلقة، بتاكل أعلاف مصنعة ومعدلة وراثياً، وبتاخد كميات مضادات حيوية ومركبات بتسرع نموها في 35 يوم بس. العلم والطب بيقولوا إن بقايا المضادات الحيوية دي لو فضلت في جسم الفرخة بتنزل في بطنك، وبتعمل إيه؟ بتعمل التهابات في الأمعاء ومقاومة للمضادات الحيوية، وده بالضبط اللي نظام الطيبات بيحاول يعالجه بمنعها. 045 الحل البديل: الفراخ الأورجانيك. البديل السحري: تظهر على الشاشة لقطات الفراخ بتجري في أرض خضراء وشمس. المذيع: طب ناكل إيه؟ الحل عند أنصار النظام والمقاطعين هو الفراخ الأورجانيك العضوية أو البلدي المتربي في البيت. ليه أورجانيك؟ لأنها فراخ بتسرح في الشمس، بتاكل أكل طبيعي، حبوب وخضار مش أعلاف مصنعة فيها كيمياء، وما بتتحقنش بمضادات حيوية عمال على بطال. النتيجة: لحم نظيف، دهون صحية، وما فيش هرمونات أو سموم ترهق الكبد والقولون عندك. 45 الرد العلمي المتوازن: صوت العقل. 040 المذيع يغير نبرته لنبرة هادئة وموضوعية. المذيع: بس عشان نكون منصفين وعلميين، هل كل فراخ المزارع سموم؟ الإجابة: لا طبعاً. المزارع المحترمة الملتزمة بفترة الأمان، يعني بتوقف العلاج والمضاد الحيوي قبل ذبح الفرخة ب5 أيام على الأقل، بتكون فراخها آمنة تماماً بحسب منظمة الصحة العالمية والدكاترة المتخصصين. المشكلة مش في الفرخة البيضاء ككائن، المشكلة في ضمير بعض المربيين وطريقة التربية. 45 الخلاصة و call to action: المذيع يبتسم وينظر للكاميرا مباشرة. المذيع: الخلاصة: مقاطعة فراخ المزارع المجهولة والاتجاه للأورجانيك أو البلدي المضمون هي خطوة ممتازة لصحتك لو ميزانيتك تسمح، ومتوافقة جدا مع فكرة الأسلوب الصحي لنظام الطيبات. قولي في الكومنتات: هل قاطعت الفراخ البيضاء؟ وهل شايف فعلا إن الأورجانيك يستاهل فرق السعر؟ شاركني برأيك، وما تنساش الفولو والشير. نصائح إخراجية للفيديو: